فطار اول يوم رمضان ومفيش استغناء عنه، طبعا المحشي بكل انواعه. هنعمل النهارده بطايه كده محشيه محشي ورق عنب، حاجه كده اللهم بارك. تعالوا بينا هنسمي الله ونصلي على الرسول، ولايك وشير ومتابعه للصفحه وندخل في الوصفه بتاعتنا. معايا هنا يعني حوالي نص كيلو من البصل فرمان، تمام كده. هحطه في قلب البوله بتاعتي كده وهنزل عليه بالتوابل بتاعتي، ملح وفلفل اسود وبصل بودر وتوم بودر وبهارات فراخ واي حاجه حابه تضيفيها في التوابل مفيش اي مشكله، مش هتقول معانا لا. وطبعا لازم نحط كمون، وهنحط كمان شويه عصير ليمون كده، لو عندك ليمونتين 3 كده عصروهم ويشيل البذر بتاعهم. وهنبدا بقى ان احنا نقلب الخلطه دي كلها في بعضها. التتبيله دي للبط يا جماعه، عايزه اقول لكم بتخلي البط في حته تانية، المرتة بتاعته بتكون تحفه. تمام كده. معايا هنا بطايه حلوه كبيره كده، غسلها ومنضفاها ونقعها طبعا بمحلول النقع اللي انا على طول بقول لكم عليه في كل الفيديوهات بتاعتي. تمام. هبدأ بقى ادلك كده البطايه من بره ومن جوه ومن كل الاتجاهات زي ما احنا شايفين بالشكل دوت اهوت. حاجه كده بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، حاجه كده تحفه اهو. هبدأ بقى ان انا اغطيها، وهحط بقيه التتبيله كلها فيها من جوه. هبدا اغطيها واروح جايه سايباها في التلاجة من بالليل. يعني انا عملت الخطوتين دول من بالليل، التتبيله والتدليك بتاع البطاطا. تمام. هبدا بقى ان انا نجهز للمحشي بتاعنا، او هجهز ان انا لسه المحشي بتاعي هجهز لان انا اشوح بقى البطايه كده قبل ما اسويها. بتشوح البطايه قبل ما تسويها، ايوه، بديها صدمه كده يا جماعه عشان اللون بتاعها بتفضل زي ما هي بنفس اللون دوت لحد ما بتستوي. تمام كده. اديت لها صدمه كده واديت لها اللون الذهبي الجميل اللي انتوا شايفينه ده في قطعه من الزبده على سمنه علشان بس ما تتحرقش مني زي ما انتوا شايفين كده. لو وصلنا بقى لحد هنا ما تنسيش تعملي لايك وشير ومتابعه للصفحه وتصلي على النبي في الكومنتات كتير. هنا خلاص كنت شلتها وبغليلها ميه في حله تانية لوحدها، وبدات ان انا انزل بالبطايه عشان تستوي. هل لونها هيغير؟ لا، لونها مش هيغير خالص، ولا التحمير دوت هيروح، هتفضل على نفس اللون دوت ومش هنحمرها تاني. تمام. انا هنا لما خلاص لقيتها بقت نص سوا بدأت ان انا اظبط الملح بتاعها. ما ننساش ان احنا حاطين ملح في التتبيلة، فهي اصلا شاربة من التتبيلة لانها بايتة فيها، يعني يعني عاملاها فيها من بالليل. تمام كده. عايزين بقى تحطوا فيها وهي بتستوي بصلايه تاني، طماطمايه، جزرايه، مفيش مشكله، انا بستكفي بيها كده. هنجهز بقى خلطه المحشي بتاعنا. فرمت هنا حوالي كيلو من البصل على ربع كيلو من الفلفل الاخضر. تمام. ونزلت كده في قلب الحله بتاعتي بعد ما حطيت سمنه وزيت. نزلت فيها بالبصل واديت لهم تشويحه كده، ونزلت عليها بالطماطم. يعني انا ما بحبش احمر البصل قوي عشان يبقى يعني ني شويه. تمام. نزلت هنا بالخضره اللي انا مقطعاها. طبعا زي ما انتم عارفين في كل المحاشي بتاعتي انا بحب ازود في الخضره قوي عشان بتدي تست عالي للمحشي، ما يبقاش كله رز يعني. تمام. غسلت طبعا كميه الرز بتاعتي كده. طبعا الرز على حسب الكميه اللي انت هتحشيها وتحدديها، انا مش محدده لكم حاجه علشان بس نبقى واضحين مع بعض. حطيت معلقتين صلصه جاهزه من الكبار كده او معجون صلصه، وحطيت التوابل اللي ظاهره معاكم على الشاشه اللي هي بابريكا، فلفل اسود، كزبره ناشفه، كمون، شويه نعناع ناشف. وبقيه التوابل طبعا مكتوبه عندكم على الشاشه. وهبدا بقى ان انا اقلب كل الخليط ده مع بعضه. وبعد كده هحط شويه من البصل الني كنت شايلهم على جنب. تمام. وهريسه شطه زي ما احنا شايفين. طبعا الخطوه دي اختياري، حابين تعملوها ماشي، مش حابين تعملوها خلاص مفيش مشكله. وكانت كده الخلطه جاهزه معايا. طبعا الورق العنب ده كنت مفرزاه معاكم في فيديو منفصل لوحده، فحابين ترجعوا له مفيش اي مشكله، بيفضل قاعد معانا من السنه للسنه. هبدا بقى ان انا الف المحشي بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا انا عملت الحله الصغيره اللي قدامكم دي، وعملت الحله الكبيره اللي انا حاطه فيها البطايه. تمام. كل حاجه هتبان قدامكم دلوقتي اهو. جبت الحله التانية اهي، قطعت فيها كده شرايح من البصل، وشرايح من البطاطس، شرايح من الجزر والطماطم. مفيش بصل يا امان، مش عارفه جبت البصل منين. لو عندكم بصل حطوا بصل. بس كده. وشلت البطايه بقى، كانت خلاص دخلت في تسويه لا تكه يعني.
بدأت بقى ان انا اجيبها واحط فيها المحشي بتاعي كده من جوه، حشيتها بالمحشي زي ما انتم شايفين كده. ما نحاولش ان احنا نكبسها قوي عشان نضمن ان المحشي بتاعنا يستوي. تمام. ورحت جايه حطها في نص الحله كده ورصيت من حواليها المحشي بتاعي. تمام كده زي الفل. الفيديو ده يا جماعه مش جديد، الفيديو ده انا عاملاه من سنتين معاكم على الصفحه، بس بناء ان انا يعني لسه مش بتحرك ومش بخش المطبخ لان انا عامله عمليه وانتوا كلكم عارفين على الصفحه. فانا بعد لكم مونتاج تاني الوصفات اللي انا كنت عاملاها قديمه في يعني رمضان والحاجات دي. تمام. يعني كنت عاملاه بالكتابه، بدات ان انا اسجل لكم عليه صوت. بدات بقى ان انا احط الحله كده على على النار واسقيها بالشوربه، ما نغرقهاش للاخر عشان بس ايه ما يعني ما تعجنش معانا. تمام. وهحطها على النار كده. بعد ما حطيتها على النار اول غلوه هروح جايه مهديه عليها النار واسيبها تستوي مع نفسها. شوفوا بوريكم هنا بقى المحشي طالع من جوه البطيه حاجه كده اللهم بارك، مفلفل مفلفل. عايزه اقول لكم كان طعمه تحفه يا جماعه، والطريقه دي انا معتمداها جدا في البط وفي المحشي كمان. يا رب الوصفه تكون نالت اعجابكم. ما تنسونيش من اللايك والشير والمتابعه للصفحه، ودعوه حلوه كده من قلبكم بالشفا. ربنا يخليكم ليا يا احلى واجمل اخوات في الدنيا، وشكرا جزيلا على سؤالكم عليا. بحبكم قوي كتير جدا.